السلام عليكم مشاهديني الأحباء، إن شاء الله تكون الناس الكل بخير. اليوم حبيت نعمل معاكم ملصوقة تونسية، ملصوقة سهلة بطريقة بسيطة بثلاثة مكونات فقط. تتعمل فيسا فيسا، وما شاء الله أني الكونتيتي اللي عملتها هذه عملت لي براسك 20 كعب بريكة، يعني كندسهم في الكونجيلاتير نخرجهم بشوي بشوي أنا واللي نحب عليه، العدد اللي نحب عليه. حاسيلو سهلة برشا. أول ما نحط كاسين دقيق وكاس ماء ونحرك بشوي بشوي. كيف تحسوا الدقيق متاعكم مازال ناقص، مازال ما شربش الباهي، ضفت هذاك النص كاس ماء الأخير ونحرك بالباهي بالباهي، ما نخليش حتى شيء، حتى هذوكم الكعب الكلفوزة هذيك احنا نقولوا نحوها. نحرك بالباهي بالباهي ونضيف الملح، رشة ملح هذيك الاخر اللي زدتها. نحضر اي طاجين متاعي، المهم يكون سهل الاستعمال وطريف الزيت، وديما نمسح قبل ما نعمل بالزيت. ونحط ديما هذاك الماء البارد على جنب باش كي بعد ما نكمل نوصل ايدي بطريف ماء بارد. حاسلو اول ما نعمل شوية زيت والناحي هذاك الفاضل من الملصوقة اللي قبلها، ونلم حاجة بسيطة شوية على طرف صوابعي العجينة، ونحرك بالطريقة هذه بالسهولة هذه بطريقة دائرية ديما، ونحرك وصوابعي نحاول نلف ديما البلايص اللي قاعدة فارغة نعبيهم. سهلة برشا الطريقة، ما ثماش ما أسهل منها. بعد الطريقة هذه ما ثماش ما نتصورش. حاسيلو تبعوني لآخر الفيديو، راهي طريقة سهلة برشا، ونتمنى لكم الناس الكل رمضانكم مبروك، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وجربوها بالحق، جربوها، راهي طريقة سهلة برشا ومحلاها وسريعة وما تعبش، وملصوقة ديارية يعني على قاعدة، واللي الواحد عارف روحه كيفاش عملها على نظافة وعلى يقين اللي هي بنينة برشا. صحة ليكم. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي